السلام عليكم. حلقة جديدة عن مباراة الأهلي والوداد، حلقة مختلفة، حلقة مش هتشوفوها في أي حتة تانية. ليه مش هتشوفوها في أي حتة تانية؟ الحلقة دي أنا جايب واحد متعصب كورة، مش هقول متعصب، واحد فاهم كورة كويس قوي، واحد من جمهور نادي الأهلي، فهيتكلم كأنه واحد من جمهور نادي الأهلي، فهيتكلم فنيا من جواكم. أما أنا انتمائي قول معروفة يعني قول معروفة، أنا اعترف. انتمائي مش أهلاوي، فأنا هتكلم عاطفيا أقل، هتكلم تكتيكيا، فالحلقة هتبقى مميزة في الحتة دي. طيب وأعرفكم بقى على الكابتن رشدي. كابتن رشدي هو أدمن بيج كويرة، بس دي بيج معروفة جدا على الفيسبوك. هو تقريبا أنت يا كابتن رشدي مش أنت بس الأدمن، بس في لا، كذا انا حد معايا معاك. 2 صحابي تانيين، معايا مدني وكريم. وعاوزين تتابعوا البيج دي، بيج مهمة جدا، قوية جدا جدا جدا. فهنتكلم النهارده عن ماتش الأهلي والوداد. ازيك يا كابتن رشدي؟ ازيك يا كابتن شريف؟ عامل ايه؟ اهلا، اخبارك؟ الحمد لله يا باشا، كله تمام؟ زي الفل. النهارده عاوزين نبدا، مش هنبدا عن الماتش الثاني، تمام، هنبدا عن الماتش الاولاني الاول. ماشي، هنشوف الاول بس نتكلم كده يعني حاجات بسيطه تمام، عن الماتش الاولاني عشان نشوف الماتش الثاني، نحاول ما يبقاش فيه نفس الغلطات اللي حصلت في الماتش الاولاني. تمام. زي ما قلنا هنتكلم عن الماتش الاولاني اللي حصل في مصر. انا الحقيقه وجهه نظري الاهلي ضيع فوز كبير جدا جدا جدا. الماتش الاولاني الاهلي كان الشوط الاولاني فريق اوروبي، انا مش اهلاوي، كنت مبسوط جدا ان فريق مصري بيلعب بالاسلوب ده. كان بيلعب ضغط عالي بطريقه انا ما شفتهاش من فتره، مع انه الضغط العالي ده اثر عليه الشوط الثاني. دي يعني الشوط حقيقة. الثاني بسبب الضغط العالي الفريق وقع. الريتم هدي شويه، الريتم طبعا طبعا مفيش، مستحيل فريق مستحيل، يقدر يكمل الريتم ده الماتش كله، مستحيل. حتى لو فريق اوروبي. يعني مانشستر سيتي بيجي فتره من الفترات ويقع شويه، فمفيش فريق هيقدر يستحمل 90 دقيقه بالضغط ده. مالناش دعوه بالناس دي. مالناش دعوه، خلينا احنا في افريقيا. طيب انت شايف وجهه نظرك كده عن الماتش الاهلي هنا، بالنسبه للجماهير بتقول دي خساره 2-1 هنا في مصر، دي خساره. ايه وجهه نظرك؟ ايه سبب الخساره؟ بص، هو القصه كلها ان انت كان عندك فرصه ان انت تجيب عدد اجوان اكتر، وده كان هيريحك جدا في ماتش العوده. مظبوط، انت كهربا كان ممكن في كره ولا اتنين يخلي الماتش ده 4-1. مظبوط. لكن الفرص السهله دي بقى بنعاني بقى في الماتشات الثانيه. انت هتلعب هناك في المغرب مع جمهور، مع ضغط، و2-1 دي نتيجه، انت 1-0 خلاص، انت مظبوط. خسرت. 2-0 كان كويس طبعا 2-0 كان كويس. هي 2-1 دي انا بشوفها من اغلس النتائج في اغلس من الكوره 1-0 بكتير. دي لان انت حقيقه. بس مش محتاج، انت لو مش ماسك نفسك اول ربع ساعه وحصل اي حاجه بعد الشر، هتلاقي الماتش كله اتقلب والدنيا اتقلبت. وانت في حاجه شريف برضه مهمه جدا، يعني اكيد شفتها والناس خدت بالها منها. يعني احنا اول ما جاب الجون ما لعبناش كوره دقيقتين. دي حقيقه. يعني من الدقيقه 86 ولا 85 لما جاب الجون لحد الدقيقه 90 حاجه، 8 دقائق وقت ضايع، ما مشيناش كوره. قعد بقى ده يقع وده يقوم، والجو اللي كلنا حافظينه ده. فدي المشكله، ان انت كان ممكن تسهل على نفسك بكتير في العوده، انك تستغل اللي جالك احسن من كده. يعني اكمل على كلامك، انا وجهه نظري كمان الاهلي كان مستعجل جدا في الشوط الاولاني يحط جوان كتير، صح. ده اللي خلى اللعيبه تضيع فرص. يعني انا شايف اللي هي لو كانت دخلت خلاص كانت صح. تريحنا ونلعب الماتش الثاني الماتشات دي باريحيه. هي انت السكورنج بيفرق التفاصيل جدا. الصغيره، صح، برافو التفاصيل عليك. الصغيره بتفرق السكورنج جدا بيفرق، وكمان جدا. ما ينفعش الماتشات دي يا شريف ما فيهاش، ما عندكش اريحيه ان انت تضيع واحد واثنين. لا، ما ينفعش اروح مظبوط. 5 ضيع 3. ما تنساش برضو الفريق ده هو اللي طلع سان داونز. انا بالنسبه لي سان داونز اقوى فريق في افريقيا، فرقه فلما جامده الفريق جدا. ده يطلع سان داونز لازم نحترمه كويس جدا. الاهلي احترم الشوط الاولاني، الشوط الثاني يعني هو الجون برضه غلطه، يعني هو الجون يعني جت كده غلطه، بس هو مش كده انه جه توقيته لا رخم بس جدا. على فكره هي غلطه، بس في كذا غلطه حصلت. يعني هو طبعا مش الجون مش مش الغلطه دي شخص، لا بس، طبعا. لا في غلطات كتيره حصلت في الماتش ده. في انفراد شوبيرت طبعا شالها، في كذا حاجه كان كويس قوي حصلت. بصراحه، دي شوبير كان حقيقه، كويس دي قوي حقيقه، قوي قوي، دي كان حقيقه، قد المسؤوليه والراجل عمل ماتش كويس جدا، وطول الماتش ماسك نفسه، مش محسسك ان في حاجه. الراجل دي وشال كام حقيقه. واحده، يعني كام كوره جوال. طيب انا في حاجه كده تكتيكيه حصلت في الماتش الاولاني عشان اقول بس. كولر ده مدرب قوي جدا 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 جدا. تكتيكيا قوي جدا. دي مش مره عملها او مرتين، لا ده قررها كذا مره وهنشوفها دلوقتي. طيب اللي انا جبته، اللي انا لاحظته، اللي مكرره حتى مش في الماتش ده، في ماتشات الدوري كمان. ياسر ابراهيم فين وشاف مروان فين وشاف حسين فين. ياسر ابراهيم هو اللي معاه الكوره، مروان بيجي من قدام لورا عشان يستلم الكوره من ياسر، ويبقى في مسافه ورا. شايف الاثنين بتوع الوداد؟ خلى حسين لوحده قدام بسبب التحرك ده. والتحرك ده مش مره، مش مره واحده، هي جمله بيعملوها على طول، جمله. وفي كوره جون بتاع كهربا حصل كده برضه. عايز بس حاجه شيء، معلش، انت قلتها على موضوع كولر من المدرب، بتعرف ازاي هو مدرب جامد او بيفرق ازاي اللعيبه لما بتطور معاه ازاي. انت نفس اللعيبه دي هي السنه اللي فاتت مش بنوصل للجون اصلا، حتى لو بنكسب 1-0 وبتحس ان احنا بنجيب جون بالعافيه. اللعيبه دي هي تاو والشحات
محمد هاني اتطور تطور مرعب وبيكسبوا الاهلي. يعني اللعيبه بالذات مظبوط. تاو والشحات فارقين الشحات جدا في حتة معانا، تانية. هم نفس اللعيبه. الشحات ما شاء الله فده عليه. اللي يقول لك المدير الفني ده ازاي جامد. بتشوف التطور، اللعيبه هي نفس اللعيب اتطور جدا في ادائه. مظبوط. ده كل مدير فني. اقول لك ليه هو عمل التطور الزياده ده، وجهه نظري يعني. اه خلى اللعيبه كلها تحرق. بمعنى ايه تحرق؟ خلى حسين عنده احتياطي. احمد عبد القادر لو ما لعبتش هينزل. صح تاو في وراه اتنين عاوزين يلعبوا، مروان عنده اتنين من بره عاوزين صح يلعبوا، في حرق غير طبيعي في اللعيبه. خايف اللي هو السوليه قاعد احتياطي. صح انت متخيل فاهمك الفريق طبعا. يعني؟ لا هو عامل شغل عالي جدا. حمدي فتحي انا نسيت اتكلم عنه خالص. حمدي فتحي بيلعب في خطه كولر اللي بيعمله طبعا مع الفرق جدا، وجوارديولا مع السيتي. حمدي فتحي لعيب كويس قوي، لعيب الوحيد كويس جدا الوحيد بصراحه. انا حمدي فتحي اللي بيطلع من نص الملعب بيطلع لقدام عشان يبقى 4 قدام، 4 على 4. فاهم. فانت لو بقيت 4 على 4 خلاص كل سنه وانت طيب. انت الاحسن، عندك افضليه طبعا. فحمدي فتحي طبعا جوارديولا بيعمل الحركه دي بس مع ستونز، مع مدافع مش خط وسط، مع الفرق طبعا يعني جدا. انا بتكلم كشكل تكتيك عامل ازاي. حمدي فتحي هو لعيب كويس جدا جدا وبيتطور جدا وبيلعب وبيوصل حلو وبيلعب رجل حلو بالظبط، وبيوصل للجول بقى بنوع كويس، بيشوط كويس. طيب تعالى نتكلم بقى عن الماتش التاني. احنا نعمل ايه عشان نقدر نفوز بالبطوله؟ انا بالنسبه لي كزملكاوي والله بتكلم جد فعلا، انا عاوز لما حد من بره مصر، انا عارف لا وكمان انا لما حد من بره مصر يقول لك ايه، انت عندك من مصر 11 بطوله قاريه اهلي وخمسه زمالك. احنا اخطر بلد في افريقيا جايبه بطولات. فدي حاجه كويسه مش حاجه وحشه. طيب تعالى نتكلم كده، اسالك شويه اسئله كده عن ماتش العوده. اول سؤال وهساله، الاهلي هينزل بنفس التشكيله اللي نزل بيها الماتش الاولاني ولا لا؟ هو انا شايف ان هو يعني رايي ان هو ممكن في يعمل تغييره بسيطه، بس هو غالبا هيلعب بنفس التشكيل بنسبه 90%. بالشناوي لا طبعا هيلعب الشناوي. انا اسف اكيد الشناوي هيلعب. طبعا الشناوي طبعا جاهز هيلعب، لان هو مش هيحط شوبير وحش خالص. مظبوط. بس ماتش زي ده هو محتاج خبرات. مش محتاج اكتر من كده. والماتش ده محتاج لعيبه خبرات. كل ما تزود الخبرات عندك هتدي فرص. الجمهور هيبقى رهيب طبعا. التفصيله الصغيره كان ممكن يعملها بس هو مش هيعملها. ما اعتقدش ان هو كان ممكن ما يبداش بكهرباء. يعني ان كهرباء طبعا كويس جدا وكل حاجه، لكن لو لعب باثنين صراع قوي، وينجين صراع يجروا الفرقه اكتر ويروحوا الناحيه دي من اليمين والشمال، مثلا عبد القادر كده شحات هيلعب طبعا. مثلا الناحيه الثانيه يبقى طاهر او عبد القادر، اي حد فيهم يعني. ممكن عبد القادر الاول او طاهر، وبعد كده يخلي كهرباء ورا يلعب بيها. ده ممكن يحصل. ده هيديك شويه سرعات في الناحيتين دي عشان هيخف الضغط شويه عليك. انما الوداد هيبقى بادئ لازم تفكر في الفريق الثاني اكتر من تفكر في الفريق. لكن انا اعتقد انه هيلعب بكهرباء، هيبدا بكهرباء. انا بقى وجهه نظري اللي اتمنى يعملها يلعب 4-4-2. صعب يعمل تغيير زي قوي، صعب جدا. بس انا شايف ان الفريق الوداد هو بيلعب بيلعب على العرضيات، وعنده لعيب اسمه سامبا ولا صامبو تقريبا. ده هيدر رهيب فعلا. فانت لو لعبت ب4-4-2 انت عندك الاثنين قافلين الوينجات، انت ما عندكش رفع، مفيش عرضيات خالص. فاهمك. هتفرق جدا في قفله الملعب. بص الحاجات دي زي ما انت بتقول كده هي تفصيلات صغيره قوي بين كل مدير فني والتاني. لكن طبعا انا معاك ان هم بيلعبوا كروسات كتير جدا، وعندهم حتى يحيى عطيه الله ناحيه الشمال لعيب كويس قوي. عندهم اللي هو عندهم كذا لعيب جامد. هو المهاجم بتاعهم ده هيدر رهيب الحقيقه. حتى هو اللي عمل الهيد بتاع اللي شوبير شالها. الهيد اللي لعبها هو، لا هو هيدر قوي جدا. فانا مش عاوز الكره توصل له اصلا. فانا عاوز اقفل الاثنين، العب ب4-4-2، اقفل الوينجين خلاص مفيش عرضيات هتيجي. وعندك الاثنين ديانجو مثلا مروان في النص، هتقفل الملعب. انت كده هتقفل الملعب. انت عاوز طب قبل ما اقول انت عاوز تدافع ولا تهاجم، انت شايف الكولر هينزل الماتش ده مهاجم ولا هيدافع؟ هو ما ينفعش يهاجم، مش محتاج يهاجم. مظبوط. هو انت كده حتى لو كسبان بنتيجه يعني في الكوره كده دمها تقيل شويه، بس انت كسبان. مظبوط. فمش محتاج تجازف خالص. صح. خالص. انت لازم تبدا متحفظ نوعا ما، تبدا تاخد اول ربع ساعه ان الكوره هي فيها جس نبض. الكلمه دي مش بتتقال كده، هي فعلا بتتقال. خلي بالك انت تلعب اللعيبه دي مش كلها لعبه الضغط ده. مظبوط. انت مثلا واحد زي مروان عطيه مثلا. صح. هو لعيب كويس جدا وانا بحبه جدا، بس الاجواء دي باللي هيحصل ده دي حاجه جديده على اللعيبه دي. مظبوط. ان هو اول ربع ساعه هتبقى الدنيا هناك اصلا من اول ما اللعيبه وصلت. خلي بالك هتلاقي الضغط الجماهير وجو بقى الاتوبيسات، الجو اللي انت عارفه ده. فهتلاقي اول ربع ساعه انت مش محتاج تهاجم خالص. انت محتاج تامن، محتاج تقف لعيبه تقف كويس، كل لعيب ياخد ثقه في نفسه، تبدا واحده هتخش في الجيم. فمش محتاج يهاجم. الجمهور كان هيبقى مؤثر على الماتش. شايفها كام في المية مثلا او لدرجه ايه؟ لا 70-80%. انت بقول لك يا شريف كمان فكره الجمهور الوداد من اقوى الجماهير في مصر في افريقيا. جمهور المغرب عامه جمهور كروي قوي. جمهور المغرب الجمهور طبعا ليه عامل مؤثر. صح. مش هنلغيها. ولكن لعيبه الاهلي عندها خبرات عاليه قوي انها تقدر تمتص الجمهور ده وتعدي الدنيا. صح. مظبوط. عندك 100%. برضه كنت عاوز اقول نقطه كده قبل ما اقول لك بقى انت ايه رايك، مين اللي هيكسب ومين يعني توقعات. ماشي. انا كذا حد. انت رحت ماتش الاهلي ده؟ كنت رايح والله بس
حصل شويه طيب انا في قصص كذا كده. حد راح، ودي يعني مزعلاني جدا. جماهير بيقول لك من اول الماتش لاخر الماتش مفيش حد بيتكلم، مفيش حد بيشجع، فاهمك. كله قاعد بيتفرج. فاهم. عكس 1000 واحد او كان 1000 ونص او 2000 واحد من جمهور المغرب. فاهم. بيقول لك احنا كناس في الاستاد كنا سامعين. فاهم. فبجد بجد طبعا مفتقدين الالتراس في الملعب، مش التراس اه اللي طبعا بيحصل. فاهمك احنا طبعا. مفتقدين فاهمك. الالتراس اللي فاهمك طبعا. هو كان التشجيع بتاع الكوره اللي احنا كلنا اللي كان عارفينه. بيرعب اي حد. فاهمك. استاد القاهره كان يعني استاد اتسمى الرعب. ليه كده؟ استاد الرعب، بسبب ايوه. الجماهير مش بسبب اللعيبه. فاهمك. فيعني دي انا اتمنى مش هقول الالتراس يرجع، بس اتمنى الشكل بتاع الالتراس ده يرجع تاني فاهمك طبعا. في الملعب بس. التشجيع، طبعا في فكره التشجيع انا بس فاهمك يعني. طبعا. انا دي يا شريف، معلش انا يعني انا متفق معاك طبعا ان فكره تشجيع الكوره عامه، هو جمهور الكوره ليه طريقه معينه في التشجيع، وليه طريقه انت بتضغط على صح. اللعيبه ازاي، ولما تلاقي المدرجات قريبه من الملعب الفرقه الثانيه طبعا بتتخض. صح. ده في الكوره بتتاثر هتشوف طبعا يعني. الفرق ما بين انا هنا عارف، وهناك. وانت عارف وانا عارف فرق ان شاسع يعني. آه. طيب هسألك برضو سؤال كده عن التحكيم، ولا اقول لك خلي التحكيم في الاخر. ماشي. هسألك عن الدفاع. انت شايف ايه مشكلة الدفاع؟ ايه نقطة ضعف دفاع الاهلي؟ بص، هو مش مشكله، هي فكره المساحات. لما بتخلق مساحات بين الباك رايت والسيرد باك في اليمين والشمال، ده لازم، دي هتبقى مشكله لو ما اتحلتش. لازم اللعيبه نص ملعب الاثنين يا شريف ينزلوا يملوا المساحات دي، ولازم الوينجين يدافعوا. اللي هو ديانجو مروان. الله ينور عليك. ولازم الوينجين ينزلوا يدافعوا. لو ده ما حصلش هتبقى في مساحات كتير جدا، وده اللي وبالذات ورا علي معلول. طبعا علي طبعا لعيب يعني احنا معشوق الاهلاويه، لكن في انا الاخر بتكلم عن الماتش. طبعا. طبعا هو لعيب من احسن المحترفين اللي جم طبعا مصر، اللي جم في مش تاريخ بتكلم كوره. في الاهلي، دي في حقيقه، مصر. دي حقيقه. بس انا بتكلم على ماتش. صح. ماتش لا علي معلول دفاعيا الماتش اللي فات مش عاوز اقول كوارث، بس كان فيه مشاكل هو كبيره جدا. الجول على فكره وهاني هو كمان، بس هو علي معلول كان باين اكتر. بص، هي دي انا شايف ان هي دي المشكله، ان انت لو سبت المساحات، المسافات بين الباكات والسردباكات بالمنظر ده، ولعيبه الوسط ولعيبه الوينجين ما دافعوش، هتبقى في مشكله في دفاع الاهلي. طبعا. نتكلم عن التحكيم. ايه رايك في التحكيم في الماتش الاولاني اللي حصل في مصر يعني؟ بص، هو الماتش الاولاني بصراحه، لو يعني الناس كلها شافت الماتش، والناس كلها عندها يعني عندها عين وبتشوف يعني، وشايفه الاخطاء اللي حصلت. انا شايف ان الحكم جه على الاهلي في حاجتين: في ضربه جزاء في ضربتين جزاء، في واحده فيهم انا شايف انها ما تتحسبش، لكن الثانيه بتاعت الشحات اللي بتسعى على رجله دي، ده ضربه جزاء يا جماعه. دي لو في اي حته في الدنيا ضربه جزاء دي، يعني دي لو في المغرب اتعملت، انت هتلاقي الحكم مصفر قبل اصلا، هيطلع من قبل ما يلاقيه يقع هتلاقيه مصفر. زائد ان الكره الثانيه بتاعت اللي هي الراجل عملها بايده دي، يحيى فتح الله لعيب من احسن لعيبه عندهم يعني. الراجل عملها بايده، الكره كانت هتعدي اتنين من الاهلي رايحين انفراد من نص ملعب، اتنين لعيبه كوره، تاو والشحات رايحين، او تاو غالبا وكهربا رايحين من نص ملعب، فبالنسبه انها تيجي جول عاليه جدا. فالراجل ما اداش كارت احمر، فده زود على كده يا شريف ان انت مش شرط يعني زي زمان بيقول لك بقى كارت انذار وفاول ده اللي يغير تكتيك الماتش. لا طبعا، انت ممكن الحكم يقعد بس كده، يقعد يحسب، يقعد مكتف فرقتك، يحسب فاولات عليك من حدود المنطقه طول الماتش. انت عرضه انك تخش فيه جول، ما انت كل يمين من شمال كروسات يمين شمال، فانت بقى عليك فرص كتير انت جولك يتاثر. فالحكام بتعمل ده، بس الحكم ما عملش كده. لا، ما عملش كده بصراحه، لكن عمل الخطأين دولت. انا شايف ان دولت غيروا تكتيك الماتش خالص. دول لو كانوا اتحسبوا صح، كان الاهلي حتى كان الاهلي بقى الموضوع سهل عليه قوي يعني. طيب طب انت اسالك شيء بقى، انت بما انك انت راجل برضه يعني كوير، انت شايف الحكم في الماتش اللي عندنا، الماتش اللي فات، ما جاش علينا شويه بامانه يعني؟ انسى انك زعل كده. بامانه هي ضربه جزاء، هي ضربه جزاء واحده بس بتاعت الشحات، اللي هي الثانيه مش الاولى، مش انا بتكلم عليها، اللي مش بتتكلم عليها، اللي خبطوا في ظهره. دي بس اللي ممكن تتحسب. اما طرد مش طرد. انا كنت الاول هقول لك انا اول ما شفتها قلت ازاي حكم ما يحسبش الكره دي طرد، لغايه لما دخلت وقريت. طب هتقول لي بقى قانون اللعبه والجو ده؟ القانون هو بيقول كده. القانون بيقول لازم الحكم يحسب الفاول بالجون، المسافه. لو المسافه بعيده رايح يا شريف، الراجل رايح انفراد يا شريف. ده قانون ظالم. انا عارف لو ظالم مليون في المية ظالم، بس ده قانون والحكم طبق القانون. القانون بيقول ايه؟ لازم الحكم يحسب الفاول، مسافه الفاول بالجون حتى لو اخر لاعب. طب ما انا رايح من انفراد يا شريف. المسافه المسافه ما بين الفاول والجون، المسافه قد ايه؟ المسافه بعيده يحسب انذار، المسافه قريبه يحسب طرد. ده القانون بيقول كده، وانا قريتها. بس انا عينيا يعني جايباها ظالم. انت رايح على فكره، رايح فرصه ان انا اجيب جول عاليه جدا. قانون ظالم جدا 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 جدا. انا كده اي حد ممكن يتك من بايديه. قانون ظالم، بس القانون بيقول كده. كانذار حسب صح، هو حسب صح. طيب الكره الثانيه بتاعت الشحات الاولى مش حاسسها ضربه جزاء، حاسس ان هو ما لمسهاش. انا شفتها في لو شفت شيف الفار من كذا زاويه، في زاويه مش عارف يعني، مش عارف. انا شفتها مش أنا على فكره والله العظيم مش عشان انا زملكاوي. انا عارف. انا بكلمك كوره والله، بكلمك اللي عينيا جابته. مش بقول لك بقى ان انا متحيز، او انا ده اللي عينيا جابته.
وده اللي اغلب الناس اللي بتتفرج وبتحلل جابت الكلام ده. فانا والله انا يعني انا ماشي. مش بتكلم على زي ما بقول لك، انا بتكلم اللي انا شفته في الملعب، عشان فاهم كده قصدك. قلت في الاول اللي انا هتكلم فنيا بعيد عن فاهمك انتمائي. طبعا. لا فدي وانت حاجه. بصراحه، لا انا حتى مش انا عارف بشوف كل بوستاتك على الفيسبوك، انت بتتكلم فعلا كوره مش موضوع يعني. انت حتى ربنا انا يخليك ولا بجد والله بشوفك حبيبي يا عن عمرو. ومتابع صفحتك وبتاع، انت بتتكلم كوره. فانا بكلمك من وجهه النظر دي، مش بتكلم ان انا متحيز لاهلي. طبعا انا اهلاوي كده كده وعاوز اهلي يكسب طبعا، مظبوط. لكن انا بكلمك والله في الحته دي، كوره فني. بتكلم والله فني. انا شايف ان هم دول. وانا رد عليك والله العظيم فني. الكوره ضربه الجزاء الاولى يعني 70% تتحسب. حسين الشحات صايع بلفظ الكوره لعيب كوره بلغه الكوره، صايع، بلغه الكوره. راح قدامه لبسه، حسين تتحسب ضربه جزاء. مستوى الثانيه عالي مش جدا الفتره دي حاسسها، بصراحه. مش حاسسها ضربه جزاء. الطرد زي ما قلت لك القانون، انا اول ما شفتها قلت ايه ده، ازاي ما احسبهاش طرد؟ فاهم قصدك. دخلت قريت زي ما قلت لكم المسافه ما بين الفاول والجول، لو مسافه بعيده بيحسب انذار، لو مسافه قريبه بيحسب طرد. طيب تعالى بقى نتكلم عن الحكم، ده اللي يهمنا بقى دلوقتي، الحكم بتاع الماتش الثاني بصراحه ده المهم فعلا. شايف اللي هو إيه اخر ماتش في تاريخه ده. اخر ماتش في تاريخه، وانت شايف بقى هيعمل ايه؟ والله في احنا ناس تقول عشان بس في ناس تقول اللي هو اخر ماتش فانت هتكسر الدنيا وهتعمل احسن ده الكلام ماتش، بقى اللي هو فاهم احسن ماتش عشان في ده اخر تاريخك ماتش في بقى. تاريخك. وفي ناس تقول كده كده بايظه وانا عاوز اكسب بتاع فاهم الملعب. قصدك. فانت شايف بص يا هيبقى شيف، هو انا احنا يعني انا ما اتعودتش بصراحه نحط شماعه التحكيم والجو ده، بس بصراحه في افريقيا التحكيم غريب يعني. مش تحكيم بس يعني، وكل حاجه غريبه كتير في افريقيا يعني. يعني. بس فكره ان انت تعين ماتش اخر ماتش في تاريخه التحكيمي خالص يحكم ماتش زي ده، دي حاجه بالنسبه لي غريبه بصراحه. صح. وفي ماتش حساس زي ده وكده. فانت الماتش انا شايف ان التحكيم طبعا هيبقى ليه دور، طبعا ليه دور يعني. انت الحكم ممكن بقول لك تاني يا شريف مش محتاج ولا كروت ولا انذارات ولا الجو ده خالص، محتاج بس يا باشا اي لمسه من لعيبتك فاول صفر، حزم الماتش، خرج اللعيبه من الجيم، ادى فرص للفرقه الثانيه ان انت بقى فاولات بقى حدود المنطقه بقى ممكن واحد يحطها تخش الجول من اليمين والشمال بقى تبقى كروسات. كل ده ممكن يخسرك من غير ولا تحس اي حاجه. كل القرارات عكسيه، ياخد كل قرار عكسي عليك. مظبوط. فانا شايف ان الحكم طبعا هيبقى ليه دور، وان شاء الله ربنا يستر ان شاء الله يعني، ولاعيبه الاهلي تبقى واقفه على حيلها، وان شاء الله ما نتاثرش بده باذن الله. بس طبعا ليه دور. انا ده يعني انا شايف ان التحكيم في افريقيا بيبقى ليه عامل كتير جدا انه يغير نتيجه الماتش. انت رايك ايه؟ انت رايك بجد ان هو اخر ماتش في تاريخه؟ انت شايف ايه؟ مش قادر، مش عارف، او مش يعني مش غريبه؟ مش شايف انها غريبه طبعا يعني غريبه جدا، ومش قادر اقول يا جماعه ده انت ازاي تعملوا كده في نفس يعني مش عارف اقول ايه يعني. غريبه جدا غريبه جدا الحقيقه. ما تصحش اي حته اللي انت اخر ماتش دي عارفه زي ايه؟ زي السنه اللي فاتت انت عندك ماتش فاينل واحد لعبته في المغرب. ما انت زي ايه؟ زي مش حصل يا شريف ولا انا؟ طبعا بس يعني انت عندك ماتش فاينل واحد بتلعبه في ارض الفرقه. ازاي يا جماعه؟ ان شاء الله يعني بص ان شاء الله هتعدي ان شاء الله. في النهايه كده انت شايف بقى مين اللي ممكن يكسب بعيد عن انتمائك؟ طبعا شايف مين ممكن انا شايف يكسب؟ الفرص بصراحه كام؟ بصراحه يعني 55 وداد 45 اهلي. بس انا ان شاء الله طبعا ده لو انت بتكلمني بجد يعني، لان هو عنده الفرص اسهل. لو هنتكلم كده بالمعطيات هو محتاج يجيب جون واحد بس خلاص، جون على ارضه. هو خد البطوله. فانا هكلمك مش هكلمك بالعاطفه اللي عندي، او يعني انا طبعا يعني اتمنى طبعا مش اتمنى. انا فاهم طبعا نفسي الاهلي يكسب طبعا، وان شاء الله هنرجع بالبطوله. ولكن بالمعطيات باللي حاصل في فرص وداد اكتر، لان هو في ملعبه على ارضه وسط جمهوره محتاج جول واحد، فعنده فرص اعلى مننا. لكن في الاخر طبعا ان شاء الله الاهلي هيكسب باذن الله. طب وانت بقى كابتن شريف شايف مين هيكسب؟ طيب من وجهه نظر واحد انتمائه مش اهلاوي، انا شايف الماتش ده هيخلص 2-1 ضربات جزاء، والله اعلم مين اللي هيكسب. ما بحبش ضربات الجزاء دي خالص. ما هو للاسف انا شايف انا حتى في البلاي ستيشن ما بلعبهاش. في البلاي ستيشن والله ما بلعبها يعني. الغي خش ماتش تاني. وجهه نظري كده شايف ده اللي هيحصل. مش عارف، عندي احساس قوي كده، حاسس ان الاهلي هيحط جون، بس الوداد هيحط جونين ان شاء الله. مش هيحصل ان شاء الله. ان شاء الله مش هيخش. بس انا متوقع ان الاهلي هيحط جون، واللي هيحط جون كهرباء ماشيه معاه بطريقه حلوه. انت عندك برضه يا شريف، انت في حاجه كنت بتتكلم معايا فيها، ان لعيبه الاهلي اللي ممكن يجيبوا جول في الماتش ده، اللي ممكن انت عندك كذا لعيب في الاهلي بيوصل للجول. برافو عليك. مروان اللي جاي من ورا حمدي فتحي. وفي النهايه كده ان شاء الله نعمل حلقه بقى بعد يوم الاحد ان شاء الله ونحتفل. نحتفل كده ان شاء الله بحلقه ان شاء الله هتبسطكم بال11 ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وشكرا جدا على الحلقه الجميله دي بجد والله. حبيبي يا شريف. وان شاء الله يوم الاحد نقول مبروك ان شاء الله. ان شاء الله. حبيبي يا شريف. شكرا حبيبي. سلام.